السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الطلاب بالصف السادس الابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ بداية هنصلي على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونكمل مع بعض رحلتنا في المنهج. عندنا هنا في الدرس الخامس نشاط 9 بيتكلم عن البحث العملي صنع الترمومتر. في الدرس دوت هنتكلم ونعرف ازاي الترمومتر بيتم صنعه من خلال تجربة عملية هنفهمها مع بعض وندرسها مع بعض. بيقول لي هنا ايه فكرة عمل الترمومتر. قال لي انت عندك تجربة هنا صنع الترمومتر، تمام؟ يبقى قال لي ادواتك ايه يا باشا؟ قال لي ادواتك اول حاجة ان انت عندك كرة من الصلصال قطرها 3 ل 4 سنتيمتر، زجاجة مياه بلاستيكية سعتها 500 ملم، الوان طعام حمراء، مسطرة مترية، 50 مللي جرام من كحول تركيزه 70%، نظارة واقية، مصة اللي هي شفاطة من البلاستيك، وعاء من الماء الساخن، وعاء من الماء المثلج 50 ملم من الماء. هي دي الأدوات اللي احنا هنشتغل عليها. طب ايه هي خطواتك؟ قال لي خطواتك صب كميتين متساويتين من الماء. يعني ايه؟ انا هجيب اول حاجة جزازة مية. بعد ما تجيب جزازة مية قال لك يا باشا انت الغطا بتاع الجزازة هتعمل ايه؟ هتفتح فيه فتحة كده زي ايه، على قد الايه، على قد الشفاطة اللي هي بتاعة العصير. تمام ماشي. تين الصلصال وظيفته ايه؟ قال لك التين الصلصال دوت انت هتحطه على الفتحه وعلى الغطا بتاع الايه الزجاجه. ليه؟ عشان ما تنفسش. تمام. وايه تاني؟ قال لك انت هتحط كحول فين؟ كحول في الزجاجه، وهتحط الشفاطه في الزجاجه، تمام، من فتحه الغطاء بتاعها، بس ما تكونش ملامسه للسطح الاسفل اللي هو السطح اللي تحت. يبقى أول حاجة إن إحنا هنصب كميتين متساويتين من الماء والكحول في الزجاجة حتى تمتلئ إلى ربع حجمها. يعني أنا هجيب كمية متساوية منين؟ قالك من المية والكحول. يعني إيه؟ هحط نص كوباية مية ونص كوباية كحول، ماشي، عشان بحيث إن هي توصل لربع حجم الجزازة. الجزازة يكون في ربعها بس. أضف إلى الزجاجة 3 قطرات من لون الطعام. إحنا هنضيف للزجاجة 3 قطرات من لون الطعام، ماشي. ضع المصة داخل الزجاجة وتأكد أنها لا تلامس الجزء الخلفي للزجاجة أثناء لف الصلصال حول المصة وفتحة الزجاجة. تمام، يعني تأكد إن الشفاطة ديت مش بتلامس إيه آخر الجزاز. ضع الزجاجة على سطح مستوي وبجانبها مسطرة مترية بشكل عمودي. يعني إحنا هنحط إيه؟ هنحط الزجاجة واقفة على حيلها، تمام، ونحط جنبها مسطرة عشان نشوف هي طلعت كام سنتي الكحول بتاعها. تمام. سجل مستوى الماء الملون في المصة، يعني شوف هي وصلت قد إيه. تمام. في درجة حرارة الغرفة. يعني ايه؟ يعني يا باشا اول حاجة في الصورة اللي قدامك ديت احنا هنعمل ايه؟ قالك ان انت هتجيب جزازة تحط فيها كمية متساوية من المية والكحول، وتحط الايه، وتحط الشفاطة في فتحة الجزازة، وتعمل تين صرصار حوالين فتحة الجزازة والغطاء بتاع الزجاج. بعد كده ايه؟ قالك بعد كده قيس بقى، شوف انت الكحول ده هيوصل لحد فين بالمسطرة، وشوف ايه القياس بتاعها. تمام. بعد كده قال لك ضع الزجاجة في وعاء من الماء الساخن وقس مستوى الماء. يعني احنا هنجيب الزجاجة ديت ونحطها في حوض مية مغلية، ونستنى ونشوف الكحول هيطلع عند كام باستخدام المسطرة ونقيس. نفس الكلام ولكن مع الماء المثلج. هنجيب ايه؟ هنجيب يا باشا وعاء نحط فيه مياه مثلجة، ونشوف برضه نقيس بالمسطرة نشوف وسط لحد كام. ماشي. قال لك الملاحظة عندك بتقول ايه؟ قال لي يرتفع مستوى الماء الملون في المصة عند وضع الزجاجة في وعاء ماء ساخن. يعني لما نيجي نبص هنلاقي في الزجاجة اللي هي فيها الشفاطة اللي بيحصل، لقينا ان الكحول طلع لفوق، تمام، وخد درجة عالية، بينما ينخفض مستوى الماء الملون في المصة عند وضع الزجاجة حتى ظاهرة بالنسبة لك هنا في الزجاجة. أول حاجة هنا يكون هنا، وهنا في البتاع بيكون فوق حتى ظاهرة. تمام ماشي. قال لك ايه بقى؟ ايه الاستنتاج؟ يعني انت استنتجت من الكلام دوت، انت لاحظته، يعني الحاجات اللي انت شفتها بعينك. تمام ماشي. بعد كده الاستنتاج استنتجت ايه؟ قال لي عند ارتفاع درجة حرارة الايه المادة طاقة حركتها بتزداد وتضعف قوة ترابط
بينها وتزداد المسافة بين الجزيئات ليحدث لها تمدد حراري. يعني قال لك أول حاجة إن ارتفاع درجة الحرارة بيؤدي لارتفاع حركة الجسيمات، فبالتالي قوة الترابط بتاعتها بتبعد. ليه؟ لأن خلاص الجزيئات بتبعد عن بعضها. وتزداد المسافات الفاصلة، أما طالما قوة الترابط بتقل يبقى المسافة بتزيد. تمام، ويحدث تمدد حراري. تمام. تاني حاجة بقول لك ايه؟ قال لك عند الانخفاض هيحصل العكس. عند الانخفاض في درجة الحرارة المادة طاقة حركتها بتقل. انا حاططها في مية باردة، طاقة حركتها بتقل. تمام. وايه تاني؟ قال لك وتزداد قوة الترابط، ما خلاص الجسيمات تقترب من بعضها. تمام. وتقل المسافات الفاصلة ويحدث لها انكماش حراري. واحنا فسرنا التمدد الحراري قلنا ان هو ايه، وفسرنا ايه التمدد الحراري قلنا ايه في الفيديو اللي فات. تمام. السؤال ده مهم جدا وهيجي في الأسئلة. بيقول لي ايه السؤال دوت؟ قال لك تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير حجم السائل. ليه فكرة عمله تعتمد على تغيير حجم السائل الموجود مع تغير درجة الحرارة؟ قال لك ليه؟ قال لك لأن أصلا احنا لما حطينا الترمومتر أو صنعنا ترمومتر وحطيناه في درجة حرارة مياه سخنة، لقينا ان الحجم الكحول ارتفع لأعلى وخد قيمة عالية. طب لما حطيناه في ماء بارد لقينا قيمته قلت. تمام، خدت قيمة قليلة. فعشان كده بتعتمد على على تغيير حجم السائل. عندنا هنا في نشاط 10 بيقول لي زيادة الطاقة الحرارية. يعني الطاقة الحرارية بتزداد ازاي؟ فسؤال فكر بيقول لي في سؤال فكر ايه؟ قال لي تزداد المسافة بين جزيئات المادة عند نقط درجة حرارتها الارتفاع والانخفاض. يعني المسافة الفاصلة بتزداد. يعني عندي هنا الجزيئات كانت كده. تمام. طب كده بتكون كده في حالة ايه؟ في الحالة الصلبة. طب انا دلوقتي المسافات بتزداد عن بعضها بتكون في الحالة الهين. اول حاجة بتزداد عن بعضها في حالة اكتساب طاقة حرارية. طالما اكتساب يبقى ارتفاع في درجة الحرارة. تمام. تمام. فبيجي يقول هنا بيجي يقول لي هنا كيف تتغير الجسيمات المكونة للمادة عندما تتعرض للحرارة أو البرودة؟ الجسيمات المكونة للمادة دي اللي بيحصل لها لما تتعرض للحرارة والبرودة؟ قال لك تظهر صور الطاقة الحرارية في حياتنا اليومية عند الاستحمام أو تدفئة المنزل، وكذلك كي الملابس. يعني صورة الطاقة الحرارية احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية، سواء كنا بنستحم أو بندفي المنزل بالدفاية. تمام. أو بالشالية، وكذلك عند كي الملابس لما شخص يكوي هدومه. تمام. قال المخطط اللي قدامك ده يوضح تأثير الطاقة الحرارية على حجم البالون وسرعة الجسيمات الغاز بداخله. نفس الكلام اللي احنا خدناه في التمدد الحراري والانكماش الحراري. فقال لك أول حاجة عند اكتساب الطاقة الحرارية اللي بيحصل. قال لي أول حاجة أنت عندك بالصلاة على النبي كذا حاجة. أول حاجة عندك هنا إن سرعة حركة الجسيمات بتزداد، وعند زيادة الطاقة تزداد سرعة حركة الجزيئات. ايه تاني؟ قال لك طاقة الحركة بتزداد. طالما السرعة بتزداد يبقى الطاقة بتزداد. بعد كده قال لك تزداد المسافات الفاصلة. ما انت خلاص انت حطيت المية على البوتاجاز فيحصل لها بخار، فالجسيمات والمسافات هتزداد. طب بعد كده قال لك ان الحجم بيتمدد. تمام. بعد كده قال لك قوة الترابط الجسيماتي بتزداد. يبقى عندك تزداد كذا حاجة. تزداد بتاع 5 حاجات. أول حاجة إن سرعة الجسيمات تزداد، بعد كده طاقة حركة الجزيئات بتزداد، وبعد كده المسافات بين الجزيئات تزداد، وحجم المادة وتتمدد، وفي نفس الوقت قوة الترابط بين الجزيئات. يجي على الخطة المعاكسة. قال لك عند انخفاض أو فقد طاقة حرارية اللي بيحصل؟ قال لك تقل سرعة حركة الجسيمات، وبالتالي تقل طاقة حركته، وبالتالي تقل المسافة بين الجزيئات، وبالتالي تقل حجم المادة وتنكمش، وبالتالي تزداد قوة الترابط. الدرس السادس هنا يا شباب سجل أدلة كعالم، نشاط 11. الكلام ده كله مرتبط باللي فات، بس في حتة صغيرة بس هناخدها في الدرس وهنشوفها مع بعض. واللي هنا نشاط 12 اللي هو تطبيق العامل ستيم وصلات التمدد الحراري. هنفهم التمدد الحراري وليه احنا بنحط اصلا الوصلات ديت فين؟ في الكباري. تمام. والكلام دوت قالوا تصمم الكباري بطرق تحافظ عليها من الانحناء في الطقس الحار او التشقق في الطقس البارد. يعني احنا عندنا
اصلا الجسيمات بيحصل لها تمدد عند اكتساب طاقة حرارية، تمام، وبيحصل لها ايه في الطقس البارد؟ انكماش عند فقدها للطاقة الحرارية. يبقى اول حاجة يطبق مهندسون نفس مبادئ التمدد والانكماش عند تصميم هياكل المباني. المهندسون لما يجوا يعملوا أي مبنى لازم يحطوا فيه حديد. يعني حد تخيل وسأل نفسه ليه العمدان بتاعة البيوت تمام بيحطوا فيها حديد؟ ليه البيوت أصلا بيحطوا فيها حديد ليه؟ قال لك أول حاجة عشان البيت في الشتاء اللي بيحصل له قال لك بينكمش، فعشان ينكمش ولا يحدث له تشقق والبيت يتهد ويوجع، لا ده احنا بنحط له مواد تسمح له ايه بالانحناء بالتمدد والانكماش ولكن بطريقة آمنة. تمام ماشي. قال لك وصلات التمدد الحراري. تعد وصلات التمدد من الأمور الهندسية المهمة، طبعا مهمة جدا، التي يجب تطبيقها عند تشييد الكباري وصنع خطوط السلك الحديدية. عشان أنا أعمل كوبري تمام وبطريقة آمنة وأعمل خطط وسكك حديدية بطريقة آمنة لازم أدرس الانكماش والتمدد الحراري، نفس الكلام اللي بيعملوه المهندسون. فقال لي هنا تأثير تغير درجة الحرارة على السكة الحديدية والمباني والكباري. ايه هي؟ تدخل مادة الصلب والخرسانة في تشييد المباني. طبعا مادة الصلب والخرسانة احنا لما نيجي نبني بيوت بنعمل ايه؟ بنجيب حديد وبنجيب ايه؟ بنجيب زلط ورملة ومونة واسمنت وكل ده عشان ايه؟ عشان نصنع البيوت ونصنع كباري وبنحط حديد وهكذا. تمام ماشي. عندما تتعرض هذه المواد لدرجة حرارة مرتفعة أو منخفضة فإنها تتمدد أو تنكمش. طبعا عندنا هنا قضبان الحديد تمام بتاعة القطار اللي بيحصل لها قال لك بتتمدد، فعشان يحصل لها تمدد لازم أسيب فيها بينها فواصل. يعني فواصل يعني مش لازم أخلي قضيب الحديد كله مستوي، لازم يكون في فاصلة. تمام عشان كده عامل القطار اللي هو بيحول الطرق للقطارات من طريق لطريق تمام هو ده المسؤول عن التمدد. تمام فهم عاملين الفواصل ديت عشان ما يحصلش فيه اي حوادث ولا القطار ينجلب. تمام فقال لك يطبق المهندسون مجموعة من الطرق متنوعة من التكنولوجيا عند تصميم الكباري، تحقيق عنصر السلامة الدائم. لزيادة معدلات السلامة بقى يجب ايه؟ عمل فواصل للكباري وقضبان الحديد. طبعا عشان انا اعمل فواصل للحديد لازم اخلي بالي عشان التمدد والانكماش. يعني مهم جدا ان احنا نعمل فواصل للكباري ونعمل فواصل لايه؟ لقضبان الحديد. تمام عشان ايه؟ وفي نفس الوقت عشان اعمل خفض سرعة للقطارات. اقول لاصحاب القطارات الناس اللي هي سواقين القطارات يا جماعة الخير محدش يسوق بدرجة عالية، انت ليك سرعة مسموح بيها فيها خلال هذا ايه الطريق. تمام عند حدوث خلل في فواصل التمدد يؤدي ذلك الى وقوع حوادث. لو احنا مش عملنا لو احنا ما عملناش القضبان ديت او الكباري دي بدرجة امنة ودرجة مدروسة جدا بدقة سوف يتم عمل حوادث وكوارث. وتمام يؤدي ذلك الى موت الكثير من الناس. تمام مثل حوادث القطارات وانهيار المباني. بكده نكون خلصنا الدرس دوت. يا رب تكون الامور واضحة ويا رب تكونوا فهمتوا والدنيا تمام. متنسوش تدعمونا بلايك او شير او سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.